اهلا بيكم يا شباب، اتمنى انكم تكونوا كلكم بخير. النهارده هنتكلم عن نود جديد وهي دريم او كان موجود قبل كده، ولكن كان للاسف تقيل جدا 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 كموديل لوحده. كانوا هم عاملين الباكج بتاعت النود ان هو بيعمل داونلود للموديلز بتاعت فلوكس، وكان بيعمل داونلود للحاجه بتاعته. ولكن بعد كده الله يبارك له من السيرفر بتاع الديسكورد شادي، يعني بعت لي اللينك بتاع الجيت هاب ان هم نزلوا دريم او على شكل لورا، افضل بكتير واسهل بكتير، ومتفصل ان هو ما يحملش حاجه غير الحاجه بتاعته بس. يعني وزياده على كده بقى بالوقت العادي بتاع الفلكس موديل، يعني لو الصوره عندك بتاخد 40 ثانيه هي هتاخد 40 ثانيه برضو. قبل كده كانت التجربه بتاعتنا مؤلمه، يعني كان شادي حتى كان جرب قبل كده، لقى ان كان خد قد ايه يا ربي الفيديو، الصوره الواحده علشان تطلع بالستايل اللي احنا عايزينه دوت، خدت بتاعت حوالي 10 دقايق عشان بس تعدي الستيب 1، وكان بيبقى فيه فريز وكانت مشاكل كتير قوي. دريم او بيعمل ايه؟ دريم او عامل بالظبط زي، يعني هنفترض ان هو حاجه قريبه قوي من الجزء بتاع فلكس كونتكست. لو انت كنت شفت الفيديو بتاع فلكس كونتكست بيعمل ايه؟ بتديله صوره وبتقول له انا عايز الصوره ديت في وضع مختلف، عايز الصوره ديت بتعمل حاجه مختلفه. فده بيبقى كويس جدا في انك انت يبقى عندك زي كونسيستنت كاركتر. دي كويسه جدا. يعني مثلا كمثال، انا الصوره ديت من عمر برضو من السيرفر بتاع الديسكورد. الناس اللي في سيرفر الديسكورد ناس محترمه قوي، بنقعد مع بعض وبنعمل شغل عالي يعني. فانت يعني لو عايز تجوين السيرفر بتاع الديسكورد تقدر تدخل من اللينك اللي في الديسكربشن. عمر كان اداني الصوره ديت، كنا بنتست عليها ساعتها وقتها الجزء بتاع الاب سكيل، ولكن انا استخدمتها علشان نجرب بيه دريم او. زي ما انت شايف كل اللي يعني الموضوع كله لما انا هشرح لك ازاي تشتغل الموضوع سهل. احنا قلنا كاتب هنا امان بلاينج جيتار ان ذا ستريت، ونفس النظام هو خد الكاركتر اللي موجود في الصوره ده وخلاه بيعزف على جيتار في الشارع. طبعا بعتذر على التاخير في الفيديوهات، بس والله هو مفيش توبكس جديده اتكلم عليها. لو في توبك جديد انا جاي بتكلم عليه، ولكن لو انتم مهتمين بالورك فلوز اللي انا بعملها للعملاء وكده سيب لي في الكومنت. لو كده ممكن اعمل فيديو عن اي ورك فلو عميل بيطلبها. في حاجات كتيره قوي انا بعملها بتبقى زي مثلا لسه عامل ورك فلو امبارح بتاعه ريموف اني. الورك فلو دي كويسه قوي وفيها افكار كويسه. لو انت مهتم بالنوع دوت من الورك فلو سيب لي في الكومنت، لان انا لما بنزل حاجه بتبقى صغيره او حاجه بس عن ورك فلو ما بلاقيش الاهتمام من الاودينس. فلو لقيت 3 4 مهتمين في الكومنت انا هنزل فيديوهات صغيره كده فيها ازاي انا بصمم ورك فلو للعملاء، او لو انا عملت حاجه فكره جديده ولا حاجه انزلها على اليوتيوب. فعلشان ما اطولش عليك يلا بينا نبدا. اول حاجه بتدخل على اللينك بتاع دريم او اللي زي بقول لك في الديسكربشن. بعد ما بتدخل على اللينك دوت الموضوع سهل وبسيط جدا جدا جدا. الملفات اللي انت هتحملها انت هتسيب كل الرغي دوت، وهم بص هو بيقول لك هنا لو انت اصلا شغال بفلكس فانت هتوفر على نفسك كل الجزئيه دي. مش هتحمل كليب، مش هتحمل في اي، ومش هتحمل لو انا بستخدم اف بي 8 او لو انت بتستخدم البي اف 16 اللي هو الموديل الكامل. جميل. فهو بيقول لك لو انت عندك اصلا استخدمت فلكس استخدم موديل فلكس. لو مش عندك هو مديك اللينكات تقدر تحملها لو دوست على اي واحد فيهم. ده بالنسبه للجزء الاولاني. بالنسبه للجزء الثاني وده المهم بالنسبه لنا، ده الموديلز اللي احنا هنحملها بتاعه دريم او. هو كاتب لك ان الموديل ده بعد ما تحمله ده الباس اللي انت هتحطه فيه او المكان اللي انت هتحطه فيه. فهو بيقول لك جوه كونفي اي موديل لورا. انا بالنسبه لي في فولدر كونفي عندي انا عملت جوه اللورا عشان اللورا عندي ما تبقاش ملخبطه. انا عملت فولدر اسمه دريم او وحطيت فيه اللورا اللي هو طالبها. جميل. لان انا لو حطيتهم كلهم في اللورا هتبقى صعب قوي ان انا اقعد ادور عليهم كده. فهو قال لك اللوكيشن الاولاني حطهم جوه لورا. طب دول ايه؟ لو انت دخلت على اللينك هو مديك زي في جوه هاجينج فيس هتلاقي 4 لينكات كلهم 568 4 فايلات 4 ملفات يعني. فانت هتقوم جاي محملهم وحاططهم جوه فولدر لورا عندك. بعد كده بتقوم جاي نازل عند الحاجه الثانيه وهي دريم امبودنج. ده مساحته بالكيلو بايت، وبين 2 ده مساحته 300 ميجا. ده هتحمله وتحطه جوه دريم او. ده هتحمله وتحطه بمعنى ان انا اعمل فولدر جوه موديلز واسميه دريم او اهو. بعد ما بتعمل الفولدر دوت انت بتقوم جاي حاطط جواه الموديلز بتاعتك. حتى هو لما بيجي يعمل الكاش هو لما بيلاقي الموديل خلاص ما بيشغلش دماغه يعني. فكل اللي عليك انك انت بتدوس على الموديل اللي انت عايزه بتعمله داونلود وبتحطه هنا. ده الامبودنج وده الموديل اللي هو مساحته 300 وده مساحته كيلو بايتس. كده انت خلصت. يب ده كده كل حاجه انت عايزها. كده انت عايز الورك فلو.
وفي حاجه كمان، لو انت عايز البروسيس دي تبقى ماشيه بسرعه يريكومند انك انت تستخدم فلكس تربو. برضه هتدوس عليه وبتحطه جوه اللوره، واحنا اتكلمنا عليه في فيديو قبل كده اللي بيخلي الصوره بتاعت فلكس بتطلع بستيبس قليله. فلو انت عايز تحمله بتدوس على كلمه فلكس تربو ومساحته 600 وبتحطه جوه فولدر اللوره وبتبدا تستخدمه. خلاص. طيب نجيب بقى الورك فلو ازاي. بص يا سيدي، هو هنا بيقول لك ان انا مديك كذا ورك فلو لو انت عايز تاخد صوره واحده كريفرنس، وورك فلو لو انت عايز تستخدم مالتي كونديشن انبوت. طب تعال نشوف الورك فلوز دي نجيبهم منين. لو انت دخلت جوه ورك فلو هنا في الفولدر دوت، هتلاقي ان هو مديك الاثنين ورك فلو. لو دوست على واحده منهم هتلاقي علامه داونلود موجوده هنا. اول لما بتدوس عليها هتلاقيها بقت عندك في الداونلود، اسحبها وحطها في كونفي علشان يفتح لك حاجه شبه دي. ماشي. هو مش هيفتح لك دي بالظبط، هو هيفتح لك واحده عامله كده. لو انا جيت سحبت اللي هي بتاعتهم هيفتح لك ديت هي بالظبط، بس انا مظبطها شويه. يعني بدل ما هي اللورس كلها محطوطه هنا، فانا حاططها في باور لورا لودر، ويعني مخليها اشيك سيكه علشان هنا بتحس ان هو دي مشكله معظم النودز اللي بتنزل جديد، انها بتبقى اول لما تيجي تفتح الورك فلو كده تلاقي يلوي في في ايه، انت عايزين مني ايه. ولكن لما انت بتيجي تفصل، يعني مثلا لو احنا جينا فصلنا اللورا ديت بعدناها كده وجينا قمنا جايين، دول الثلاثه موديل بتوعنا اللي احنا بنستخدمهم على طول. حلو. وده التكست انكودر بالجايدنس بتاعه، ودي الصوره بالفي اي. يعني لو انا رتبتهم زي ما انا برتبهم، ولو انا خدت ده الليتن ودول مع بعض كده، فدول كده دول الحاجات اللي انا بستخدمهم عشان اطلع صوره لفلكس عادي خالص. دول الزياده دول مفهومش غير انك انت تلود الصوره اللي هي تبقى الريفرنس بتاعنا، بتدخلها جوه دريم وده البروسيس او زي ما تقول الموديل، بس هو بيعمل لها داونلود لوحده. يعني هو هتلاقيه بيعمل داونلود في الباك جراوند. وده المكان اللي انت بتحط فيه عدد الريفرنس بتاعتك، لو انا هستخدم ريفرنس 1 2 3 وهكذا وهكذا وهكذا. فلو انت جيت بصيت هتلاقي ان عدد الموديل الجديده فقط هم دول الثلاثه دول بس. فمعظم الوقت بتحس ان هم بيبقوا مقفورين قوي في الترتيب بتاع الورك فلو. هو يعني الراجل الله يكرمه عمل النودز، فيعني هو مش محتاج ان هو يظبط الدنيا دي كلها. فحته تنظيف منك تخلي الموضوع ايه، سهل وبسيط. لو انت جيت بصيت على الثانيه واللي هي الكونديشن، التو كونديشن، هي نفس الفكره بالظبط، بس ادي صوره رقم 1 ادي صوره رقم 2. ماشي. بدل ما انا بستخدم، هو هنا استخدم واحد بروسيس ل2 اهم، ادي 1 ادي 2، هي نفس الحوار بالظبط. وانا هنا بدل ما استخدمت 1 ريفرنس، لا انا استخدمت 2 ريفرنس. انا همسح البريفيو ديت عشان يبقى الموضوع اسهل. اهو انا تعالى نرتبهم صح. انا استخدمت ريفرنس 1 وريفرنس 2، وكل حاجه هي بالظبط من غير اي تغيير. خلاص. يبقى هو لو انت عايز الريفرنس، لو انا بقى جيت عندنا هنا في بتاعتي، تعالى بقى نقفل الكلام دوت. لو انا جيت عايز مالتيبل ريفرنس، انا هوسع البروسيس دي. تعالى انا اوسع الجروب ده شويه. ايه اللي انا عايزه؟ انا عايز من دي مره كمان. حلو. وهوصلها بريفرنس رقم 2. ماشي. وهي طالبه ايه؟ طالبه البروسيس، او ما انا جاي مديها بروسيس وطالبه صوره، واقوم جاي اعمل لها لود ايمج هنا. حلو. يبقى انا كده لو انا عايز استخدم صورتين، عايز استخدم 3، مفيش مشكله، هو اب تو لغايه 3 صور. طيب تعالى بقى نجرب نعمل تيست مع بعضينا. تعالى كنترول زي الكلام ده كله. بعد ما انا خلصت الكلام ده كله، انت بتحط المودلز في مكانها. يعني هو هنا الفلكس تربو، الدريم الستيل، البوزيتيف والنيجاتيف، وبالارقام دي 0 15 سالب 80. الارقام دي كلها موجوده في الورك فلو بتاعتهم. انا مش بجيب مش بفتي، يعني ما صح اهو كلهم هنا على 1 مفيش مشكله. انما الاثنين الاخر دي على 0 15 ودي على ماينس 80، غيرتهم طلع صوره غريبه. فبالتالي الارقام دي مهمه. ده السترينث بتاع اللورا يعني. طيب خلاص كده خلصنا كل حاجه. تعالى كمثال مثلا هنا، بدل امان playing guitar in a street هنكتب امان holding a gun in snow town مثلا like a cow. وتعالى ندوس على كلمه run ونشوف النتيجه تطلع لنا عامله ازاي. وزي ما انت شايف
الراجل ماسك السلاح هو بالظبط، حتى بنفس السيجاره بنفس كل حاجه اللي كانت موجوده في الصوره دي. يبقى دي الفكره الاولانيه من انك انت تعمل صوره بالستايل دوت. طيب ايه الحاجه التانية اللي نقدر نعملها؟ ده بقى الجزء بتاع الريفرنس. تعال اوريك مثال مختلف شويه. عشان اوريك المثال دوت انا هنا استخدمت الصوره ديت. بص يا سيدي، انت عندك 3 طرق تقدر تستخدم بيها الموديل دوت، او تقدر تستخدم بيها دريم او. اول طريقه انك انت تستخدم اي بي، تاني طريقه انك انت تستخدم اي دي وستايل. دول بيعملوا ايه؟ اي بي لو انت عايز تستخدم السبجكت بتاعك زي ما انت شفت كده ونحطه في صور تانية. اي دي لو انت اللي هو الاي بي ادابتر والاي دي ادابتر والستايل. في الاي دي ادابتر لو انت عايز تاخد الصوره بس بتاعت الشخص وتعمل زي نوع من انواع الفيس سواب. انما الستايل لو انت عايز تاخد الستايل بتاع الصوره ده وتطبقه على الصوره بتاعتك. فاحنا هنجرب هنا اي بي وهنجرب هنا ستايل. لو انت عايز تقرا الدوكيومنتيشن وتعرف الاستخدام بتاعها هسيب لك اللينك في الديسكريبشن ازاي تقدر تستخدم كل واحده فيهم. بالنسبه دي للاي بي والقص بتاعها، دي بالنسبه للاي دي والقص بتاعها، وده بالنسبه دي الجزء بتاع التراي اون. هو التراي اون بيقول لك احنا بنميكس ما بين الاي ديز، يعني مش بنعمل حاجه، احنا بنقوم جايين حاطين الصورتين دول ويبدا ان هو يدمجهم مع بعضيهم. خلاص، فانت ايه، بص على الدوكيومنتيشن ديت وابدا ايه، شوف لو انت عايز تستخدم حاجه منهم. فهسيب لك اللينك بتاعها برضو في الديسكربشن. المهم انا ادوس على كلمه ران هنا، وزي ما انت شايف هيبدا ان هو يديك الستايل واخد الالوان واخد التون بتاعه الحاجه ديت. فعلشان تبدا تستخدم طبعا هو الستايل هنا مش بنفس قوه كونتكست، ولكن تقدر تكنترول شويه من الجزء بتاع دريم او. اعتبر دريم او ده اي بي ادابتر بس يعني على عالي قوي، يعني هو ايه، يعتبر الابديت بتاع اي بي ادابتر. فاستخدمه، جربه، شوف الدنيا تطلع معاك ايه. لو انا عايز اوريك المثال بتاع اي دي، فهو انت الحوار كله لو انت غيرت دي الاي دي بس، هو هيقص الوش بتاعه الكاركتر. يعني هو هنا حتى مش عارف يقصها لان هو بيبقى عايز زي بني ادمين. فلو انا اخترت مثلا صورتي انا المره دي ودوسنا رن، فهيبدا ان هو ياخد الجزء بتاع الوش عندي بس. فهمت قصدي في الجزء دوت؟ فبالتالي هو هياخد الملامح بتاعه وشي بس، وهيبدا ياخد الستايل من الجزء اللي تحت علشان يطلع الصوره. طبعا الصوره هنا تعتبر قريبه شويه مني، مش انا 100%، ولكن تخيل ده ان حل، لا انت مرنت لورا ولا مرنت اي حاجه، انت يا دوبك اديته الصوره وقلت له طلع لي منها فيكتور. طبعا مع كذا تراي لو انت استخدمت ستيبس اعلى هتطلع معاك الصوره الكواليتي بتاعها اعلى، وهكذا وهكذا وهكذا. يقدر تدخل في اب سكيل وحاجات كتير جدا تقدر تعملها، ولكن ديت كده يعتبر زي ما بنقول البيز موديل او البيز ورك فلو، ومنها تقدر تعمل حاجات كتير جدا جدا جدا. بالنسبه لي انا شايف ان هي ليها تخيلات ضخمه قوي 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 لحد ما ينزلوا لنا فلكس كونتكست كلوكال. ولكن حاليا انا هقعد العب باللوره ديت واشوف النتائج بتاعتها هتطلع لي ايه. فلو عجبك الفيديو تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس، وعايزين نبقى اكتف شويه. انا عارف ان انا اتاخرت، ولكن انتوا عارفين لما انا بتاخر اليوتيوب بيعاقبني وانتوا بتعاقبوني اخر. ف لايك سبسكرايب وكومنت لو انت زي ما انا قلت لك قبل كده عايز تشوف الحاجات الصغيره اللي انا بعملها في الوقت اللي انا ما برفعش فيه فيديوهات. وبحب اشكر كل الناس اللي بتدعمني على باتريون، بجد شكرا ليكم جدا جدا جدا، واتمنى انكم تكونوا كلكم بخير ودمتم سالمين.